النهارده يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا هنا عند توما ده في المحله في البندر. هناكل النهارده كشري، هنشوف كشري توما هنجربه النهارده واقول لكم ايه رايي فيه. انا سمعت كتير قوي بيتكلموا عن توما. هناكل النهارده كشري توما ونشوف ايه الاخبار، ولو طلع توما نمبر 1 اكيد هقول لكم. استنوا بقى لما يجي الكشري ان شاء الله، وبعد كده نقول لكم حلو ولا لا. هصور لكم المكان بعد ما اكل، هصور لكم المكان كله ان شاء الله، وكمان هصور لكم المنيو بتاعهم. عندهم هنا كشري، عندهم اللهم صل على النبي طواجن فراخ وطواجن لحمه، مش عارفه، وفي رز بلبن وفي حاجات حلوه كده. هشوف الاول كده وبعد كده هنقول لكم ايه الاخبار. تمام، خليكم معانا بقى لغايه ما يجي ان شاء الله. ايوه كده الكشري، بصوا دي الاسعار. صراحه ربنا اللي هو الطبق علبه الكشري ب 20 جنيه، بسم الله ما شاء الله، حلوه وكبيره وجميله وتاكل يعني، هتشبع ما تقلقوش. بصوا ده حته السكره دي اللي بيقدم لنا الاكل. هو دلوقتي احنا في تحدي، هنشوف قال لي انا هعمل لك انا الكشري بايديا. هنشوف الكشري عامل ايه وهقول لكم رايي في الاخر. انت عندكم ايه تاني غير الكشري؟ ممكن تقول لي المنيو بتاعك؟ في طواجن فراخ وطواجن لحمه. طواجن فراخ، كشري، فتة كشري، طواجن فراخ، طواجن لحمه. طيب والحلو عندكم؟ في بقى الحلو رز بلبن وكريم كراميل، وفي الدرينك، في سلاش، في كولا ماشين، وفي كنزات. بسم الله ما شاء الله. الكنزات بيبقى سبرايت وكولا وفانتا برتقال. طب مبدئيا كده يا جماعه، مبدئيا شكل الاكل يفتح النفس، الله اعلم بقى. بصوا مبدئيا شكل الاكل يفتح النفس. هناكل وهقيم لكم ان شاء الله، بس هدوق اول قطمه اول قطمه، وبعد كده هنشوف، وبعد كده هجيبه تاني نقول له الانتقادات بتاعتنا. لو في انتقادات، مفيش خلاص يبقى كده هقول لكم تمام. كله يجي عند توما بدون اي تفكير. خلاص تمام، يعني حضرتك اللي ماسك الصاله. تمام، اي حد هيجي لك بقى من طرف صافي لوز او من طرف فضفاضي مع مامي صافي، يبقى اكيد هيتعمل له ديسكاونت بقى ويتعمل له احلى شغل يعني. يجي تمام على دماغك. تمام يا باشا. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم مبدئيا كده في نظافه، في نظافه طبعا علشان خاطر كمان كورونا الحاجات اللي اعلنوا عنها دي. فهنا في بصراحه ربنا حاجه نضيفه الى حد ما. انا لسه هعرف ده ايه وده ايه. ده بيتهيألي شطه، دي بيتهيألي الشطه، ودي الصلصه، ودي مايونيز. فاحنا هندوق. انا معايا بنت اخويا القمر استخبت، هناكل وبعد كده هقول لكم راينا. طب يلا كلي وقولي لي ايه رايك في توما. يلا طب كلي. اولا العلبه عندهم كبيره، دي ب 20 جنيه. العلبه عندهم كبيره. خدت الدقه بتاعتي مش عارفه ليه، وسابت الدقه بتاعتها. دي شطه. ده رز بلبن بيتقدم برده مع الكشري. ده دقه، دي الدقه ودي الصلصه. تمام، هنشوف بقى ايه. انا دقت كده مبدئيا الطعم بسم الله ما شاء الله. كمان المكان نظيف جدا، المكان نفسه نظيف جدا. انا بس عشان خاطر طبعا في ممكن حد يحب الصور وحد لا، مش عارفه اجيب لكم الدنيا كلها، بس ممكن اجيب لكم فوق من هنا كده عشان طبعا بصوا يعني عشان ما صلتش على حد معين. بس بصوا المكان وراه ده فوق. ماشي يا ست كل، اتفضل. كده عملنا لكم جوله سريعه كده في المكان من فوق. ده الدور الثاني غير الدور الاول يعني. ماشي، ده بيطلع فيه العائلات بياكلوا هنا.
كده عملنا لكم جوله سريعه ان شاء الله باذن الله، وانا نازله برده هوريكم المكان من تحت، واوريكم شكل المكان او المحل من بره. تمام. مبدئيا الاكل طعمه الى حد ما بسم الله ما شاء الله حلو قوي، بس مش عارفه هو مسكر ليه. بصوا عايزه اقول لكم عملت عامله بصوا بنت لذيذه. حطيت شطه معرفش ان هي حراقه قوي كده، انا حطيت دلوقتي بقه موحوح. الشطه دي نار، خدوا بالكم منها. استنوا عايزه اوريكم رز بلبن، والله اوريكم رز بلبن. استنوا اوريكم طعمه جامد ده. تعالوا هنا المحلات الكبيره مشهور جدا. ده كده بيديلكوا ديسكاونت باين على الاكل. استنوا اوريكم ده رز بلبن. ده كده رز بلبن. عندنا كده 2 طلبنا حاجه تعالى كده. احنا تحت كده يا جماعه، ده كده احنا نازلين السلم كده. تومه كده. انا بس عشان انتوا عارفين. بصوا افتحي لي. بصوا انتوا بس هتنزلوا من البندر ده، ميدان البندر اهو. هتنزلوا كده تقوموا واقفين شمال على يمين على طول، صح؟ يمين هتلاقوا نفسكم على طول عنده تومه. تمام. طيب عايزه رقم الدليفري لو سمحت. ده كمان رقم الدليفري بتاعهم اهو، يعني اللي عايز دليفري هيوصلوا لغايه باب البيت. تمام. بصوا 19/3/97 مع تومه مش هتقدر تغمض عينيك. هي دي تومه